مرحبا، أنا صاحب هذه المزرعة ولدي القليل من الأغنام والدجاج وغيرها. أقضي هنا أجمل أوقاتي. أنا ثامر قادم من مدينة أبها، وأقضي هنا يوما جميل للغاية. أنا عبد الملك قادم من كاليفورنيا الأمريكية، وسعيد جدا بتواجدي هنا. أنا عبد المجيد مستمتع بهذه الأجواء، ولكني أعاني من حساسية حادة. الحياة هنا فيها الكثير من التعب والمشقة، ولكنها مريحة جدا. أقوم كل يوم في الصباح الباكر وأرعى أغنامي في هذه الجبال. هذا الكلب يقوم بحراسة الأغنام طوال الليل، وفي النهار يصطحبها للجبل. إنه لا ينام إلا قليلا. عند المساء نضع الصغار في حجرة خاصة بهم، وعند الصباح نطلق سراحهم لمدة ساعة واحدة فقط لشرب الحليب. يا للروعة، إنه جميل جدا ولباني. إنه يتميز بلون جميل وآذان بيضاء. بعد شرب الحليب يريد النوم. هذا صديقي أبا عبيد، إنه صديق في غاية الروعة. نعيش معا ونرعى بالأغنام سويا ونقضي أوقاتا جميلة. هذه الشاة عاشت يتيمة الأم، وقمت بتربيتها مع إخوتها. إنها أليفة جدا، ولكنها مشاكسة كثيرا.